والسي وزير العدل لا محترم كيقول بأن ليس هناك نص دستوري كيمكن الملكية أنها تقيل. وإذا فهمنا علاش بغيتوا الملكية البرلمانية، باش تبقاو حاكمين هذا الشعب. السلام عليكم اخواني اخواتي. في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو المحامي ناضي عطاهم قاصح والله عجبني فيهم، عجبني في هذه الحكومه. نخليكم بلا ما نحرق لكم المراحل، نخليكم تفرجوا لهذا الفيديو فرجه ممتعه. والسي وزير العدل لا محترم كيقول بأن ليس هناك نص دستوري كيمكن الملكية أنها تقيل. وإذا فهمنا علاش بغيتوا الملكية البرلمانية، باش تبقاو حاكمين هذا الشعب. اليوم السي وزير العدل اللي كتقريهم الفهامات الخاوية، أنا غنقول لك كي غيدير لكم جلالة الملك. اليوم جلالة الملك في النص الدستوري عنده اختصاص حماية المؤسسات وحماية استمرار الدولة وحماية استمرار هذا الكيان، وأنتم اليوم خطر على هذه الدولة، خطر على المؤسسات. ولكن الإخوان عياو من عفى الله عما سلف، عياو من هذا الشعار. اليوم تأخرت يا السي عزيز أخنوش، كان ممكن أننا نسمحوا لك أنك تمشي في حالك في 2022، وكان ممكن على أننا نسمحوا لك تمشي في حالك من بعد انتخابات 2021 البائسة، كان ممكن ذلك. ولكن اليوم ماشي مسموح لك تمشي هكذا أنت وحكومتك. اليوم خصنا نتحاسبوا معاك. اليوم خصنا نتحاسبوا معاك. علاش هدمتي التعليم العمومي باش تخلي المواطنات والمواطنين يتكواو في التعليم الخصوصي؟ خصنا نتحاسبوا معاك علاش هدمتي الصحة العمومية، وليداتنا ونسائنا كيموتوا فيها بلا دواء بلا أطباء، وكتعطي الدعم للمصحات الخاصة. خصنا نتحاسبوا حساب عسير. علاش احتكرتي الصفقات ديال المازوت، وعلاش احتكرتي صفقات تحلية مياه البحر، وعلاش سديتي منافذ الاستثمار والاقتصاد، وعلاش خليتي انت وصحابك اللي كتمتعوا بخيرات هذا البلد. خصنا نتحاسبوا معاك حساب عسير على الملاير. خصنا نتحاسبوا معاك ومعاكم ايها الوزراء واحد. علاش عطيتوا اعفاءات ضريبيه للشركات الكبرى وخليتوا الشركات الصغرى والمتوسطه مقهوره بالضرائب؟ خصنا نتحاسبوا معاك السي رئيس الحكومه على فضيحه الاغنام وعلى الملاير اللي بدتي من المال العام على الاصدقاء ديالك باش يجيبوا لنا واحد الكبش مشوه ممنوع الاكل في اوروبا، وعندي تقارير. سممتي المغاربه، وهنا كنقولها لك مباشره، راقبوا امراض السرطان المرتفعه في هذا البلد، راقبوا امراض السرطان وشوفوا واش كتاكلوا ايها المغاربه، واش كيوكلكم اخنوش ربعتوا. حسبوا معاك على التراخيص لافوكا لمن كنعطيها، وشكون الشركات اللي مستافده، واش هما مغاربه ولا شي وحدين. خصنا نتحاسبوا معاكم حساب عسير. فين ديتوا لنا الثروه الحيوانيه؟ فين ديتوا احتياطنا الغذائي؟ واليوم كنستوردوا العسل والبيض والزيت وكل المواد الغذائيه بعد ما كان المغرب جنه قبل هذه الحكومه. هذا خصنا نتحاسبوا معاكم. خصنا نتحاسبوا معاكم ايها الحكومه الفاسده على الاعلام اللي سديتوه وعلى حريه التعبير اللي غلقتوها. خصنا نتحاسبوا معاكم على آلة إعلامية ضخمة من التشهير والمس بالحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، على العنف اللي كتنشروا مرئيا كل يوم. مؤسسات إعلامية، آلة ضخمة من التشهير وترهيب السياسيين وتخويف
رجال الأدب والفكر حتى صمت الجميع. خصنا نتحسبوا معاك على هذا العنف اللي خرج بأن آلتكم الإعلامية هي التي أطلقت علينا هؤلاء المجرمين. كما شفتوا الاخوان، كان فيديو جميل، كان فيديو ناضي ديال هذا المحامي، الله يعطيه الصحه. ما خلى ليا ما نقول. الا عجبكم فيديو الاخوان خلوا لي شي تعليق زوين، شي كومونتير، لايك. اللي ما مشتركش يشترك معنا، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد.